بالنسبه للمقادير ديال الكريم كراميل غنحتاجو هنا بعدا اول حاجه غنحضروا الكراميل اللي غناخذ واحد الكاس ديال السكر سنيده. كاس غنديرو في هكا مقله ولا كاسرونه، ديروا فاش ما بغيتو، وغادي نوضعوا على نار مهيله. وغنحتاجو هنا لتر ديال الحليب، وغنحتاجو هنا 200 ملل ديال القشطه الطريه. يمكن لكم تعوضوها بالحليب المجفف او نيدو، يعني 3 معالق كبار. الا ما عندكمش القشده يمكن لكم تستعملوا الحليب المجفف. غنحتاجو هنا 5 ديال البيضات، وغنحتاجو عفوا جوج ساشي ديال الفاني، وغنحتاجو 2 معالق ديال السكر. المهم دابا غادي نضيف وغادي نديرو فوق النار حتى هو على عافيه مهيله، وغادي ندوز باش نحضر الخليط ديال البيض والفاني وسنيده. صافي. بالنسبه للبيض انا استعملت هنا 5 ديال البيضات لان الحجم ديالو يعني كبير. الا كان الحجم صغير ديروا 6 البيضات، ولا استعملتوا بطبيعه الحال نصف الكميه ديروا 3 البيضات. صافي. غنضيف هاد 2 ساشي ديال الفاني، 2 معالق ديال السكر، وكيبقى السكر يعني على حسب الذوق كل واحد. يمكن لكم تنقصوا الكميه كيف ما يمكن لكم. هاد الكميه بنات راه كتجيبوا يعني معتدله، ما كاينش يعني ديك المذاق ديال الحلاوه، يعني كيجي هو هذاك. صافي. هنا غنخلط هاد العناصر مع بعضياتها بما دفى ليا الحليب. ندوزو نطلعوا على الكراميل، نوريكم يعني الطريقه ديال تحضير. بالنسبه للكراميل البنات انا ما كنحركوش، يعني كنديرو فوق البوطه وكنخليه يذوب على خاطره، ما كنضيف لا ما لا والو. انا ما كنضيفش الماء نهائيا، يعني كنخلي غير السكر يذوب بوحدو. نخليه على هذه الطريقه حتى كيبان ليا بدا كيذوب كامل، عاد نقدر عاد باش نحركو. يعني على هذا الشكل ملي كيقرب يذوب عاد باش كنحركو دابا. والعافيه تكون مهيله البنات، ما تكونش مجهده. صافي. دابا بحال غير كنعاونو باش يذوب كامل. صافي. هنا من بعد ما داب يعني السكر تماما ولا عندي على هذا الشكل هذا، يعني راه واجد. دابا غادي نكبو في المول. صافي. انا غنستعمل هذا المول هذا الطويل، غنخوي فيه الكراميل على هذا الشكل. فاول حاجه نحضروها البنات هي الكراميل، هو الاول. عاد باش نحضروا حيت دغيا كيبرد، خصو يكون حاضر هو الاول في المول. صافي. غادي نحاول نوزعو على المول. ردوا البال لا يقطر لكم على يديكم ولا شي حاجه. صافي. غادي نحط وغادي ندوز باش نكمل. غادي نضيف الحليب يعني ولا القشده بالتدريج باش ما يطيبش ليا البيض. ودابا غنجيب الصفايه وغنصفي هذا الخليط 2 المرات حتى ل3 باش الا كان شي تكتلات ديال البيض كتبقى لينا في الصفايه. هانتوما كما كتشوفوا راه ما كاينش شي حاجه، ولكن غير باش يعني باش نتفاداو انه يكلل كنقوموا بهذه العمليه.
صافي دابا غنصبو في هذا المول. بطبيعه الحال خصنا واحد المول هكا كبر يعني من التحت اللي غنخوي فيه الماء غليان. على هذا الشكل، وغادي نجيب بابي الومنيوم نغطيه به. بطبيعه الحال الفران يكون ساخن شاعل من فوق الفوق لتحت الا كان ديال الكهرباء، الا كان فرن عادي شعلو غير لتحت. المهم مده الطهي كتراوح ما بين 30 حتى ل 45 دقيقه. يعني درجه الحراره متوسطه. نردوا البال مره نطلعوا عليه، ما خاصوش يفوت في الطياب، الا فات في الطياب راه كيكلل. المهم انايا غادي ندخلو دابا يطيب وغادي نوريكم من داكشي يعني بالمراحل. البنات هنا من بعد ما فات ساعه الا ربع، يعني ساعه الا ربع درجه الحراره 180 هنا صافي. يعني بان ليا بلي راه طاب. غنشد هنا السكين غنخشيه فيه لداخل على هذا الشكل. يعني ملي كنجبدو ناشف على هذا الشكل يعني كنعرفوا راه طاب. حيت الا فوتنا ليه هذا المده غادي يبدا يتكلل وما غاديش يجي معنا يعني الكريم كراميل ناجح. يعني ردوا البال بالنسبه للفرن يعني متوسط، الا كان مجهد راه يقدر يكلل. المهم هذه الطريقه ديال الطياب، يعني الا تابعتوها ان شاء الله غادي تنجح معكم الوصفه. صافي دابا غنخليه حتى يبرد تماما ونقلبوه وتشوفوا الشكل النهائي ديالو. وصافي هنا من بعد ما برد تماما هكا كنستعين بالسكين وكنقلبوا في التبصيل ديال التقديم. وبالنسبه للزين راه كيبقى اختياري. انا زينته هنا بالفواكه الحمراء، يمكن لكم تزينوه بالشونتيي باي حاجه بغيتو بالفواكه، اي نوع من انواع الفواكه. يمكن لكم تخليوه غير هكاك راه كيجي غزال صراحه. غير جربوه ما غاديش تشبعوا منه، والوصفه راها ناجحه 100% الا تبعتوا يعني الطريقه ديال التحضير والمقادير مضبوطه. هانتوما كما كتشوفوا راه كيجي غزال. انا هنا غندوق معاكم صراحه. نجربوه صراحه راه كيجي غزال، كيجي من داكشي الرفيع. فكنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها وما تبخلوش عليا من يعني لي لايك والتعاليق ديالكم. واللي ما مابوني